السلام عليكم. أنا من جبل الأكراد، وبدي أعطي معلومات عن منطقتنا نحن، لحتى أهل روجافا، أهل قامشلي، أهل كوباني يعرفوا معلومات عن إخواتهم اللي مقيمين في اللاذقية. طبعا حاليا جبل الأكراد ما فيه حدا، أغلب الناس اتهجرت يعني. فعم نحكي نحن عن أهالي المنطقة اللي انتشروا وتوزعوا ضمن محافظات سوريا، منا اللاذقية ولا منا الشام، اللي راحوا يعني يتنقلوا بسبب الحرب والهجمة اللي صارت على المنطقة. جبل الإكراد بيمتد من محافظة اللاذقية حتى إدلب، وطبعا قرية السرمانية تتابع لحما. الجبل مقسم لثلاث عشائر أساسية، اللي هي عشيرة الموشان وعشيرة العوجان وعشيرة الشيخاني. بيحكي أهل جبل الإكراد لهجة عربية جبلية، جبلية بس مع مفردات كردية بحتة. حتى أسماء القرى كردي درجة، يعني كردي المعنى تبعه درجة أولى. حتى أسماء العيال إذا منلاحظ، بيت سينو، بيت حسينو، ومنا كتير، يعني منا كتير، بيت شيخاني، هي كلياتها تتشابه مع أسماء أهلنا بروجافا. أنا بدي وجه رسالة للمتعربين اللي بالمنطقة: إذا أنت كردي مو عيب إنك أنت تقول أنا أصلي كردي، حتى ما بدك تتعلم لغة ولا بدك تتعلم. أنا هذا أصلي، أنا ما بنكر أصلي بالنهاية. فعم قلكن يعني، واللي بيعرف حاله عربي ما يقول أنا كردي، عادي، شيء طبيعي. بالنهاية مثل ما بيقولوا الضفر ما بيطلع من اللحم. نحن وأهالي روجافا بشكل عام نحن أخوات، وما بتفرق بيننا غير التضاريس والمحافظات. هني أهلنا وناسنا، وأنا من الناس اللي بتفتخر بأصول الكردية وأصول الأيوبي. وطبعا كلياتنا بنعرف القصة المشهورة المنتشرة بيناتنا نحن أهل جبل الأكراد. المنتشرة نحن لما جينا مع صلاح الدين الأيوبي واستقرينا بالمنطقة وحمينا خطوط الجيش الخلفية، نحن حمينا خطوط الجيش الخلفية وبقينا بالجبل. نحن المحاربين وأهلهم بقوا ونحن بقينا. نحن قديمين وإننا تاريخ يرفع الراس، يرفع الراس، ما يصير ننكره. ومو عيب إنه نقول نحن كراد، هذا شيء عادي، شيء بالعكس إنك تفتخر بأصلك. وشكرا جزيلا لكم. وبدعو أنا اللي بيحب يتواصل مع اللي بيحب يتواصل مع الأستاذ يتواصل، وخلي يصير بيناتنا تواصل، نحن وأهل رجافة، أهلنا وناسنا.